سلام عليكم. وعليكم سيدنا ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. حياكم الله السيد الحداد. شلونك شيخ؟ الحمد لله أنا في خدمتكم. صبحكم الله بالخير سيدنا. حياك الله. يعني أنا سعيد إني بتواصل مع حضرتك كثير. أنا في خدمتكم. مرحبا بكم. حياك الله. خطاكم. حياك الله. أحببت أخذ من وقتك يعني نصف دقيقة. خدمتكم تفضل. حياك الله يا شيخ. الله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء ولقد يسرنا. عزيزي سلام عليكم. أنت منو جنابك؟ أنا رامي عيسى يا شيخ. أنا ما أعرفك حقيقة يعني ما متصل. أنا هعرفك أنا مين حالا يا شيخ. ما أنا يعني أنا جاي في الكلام لحضرتك. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء ولقد يسرنا القرآن للذكر. فالكتاب ما فرط فيه من شيء. أين الإمامة في الكتاب؟ وأين العصمة في الكتاب؟ وأين الرجعة في الكتاب؟ وأين التقية في الكتاب؟ وأين المتعة في الكتاب؟ وأين أخذ الخمس من الولي الفقيه وأخذ الخمس من الكتاب؟ عزيزي أولا أنا ما أعرفك شخصيا وأنت تقول أنا متواصل يعني يا شيخ حضرتك لا أنا أعرفك. لا مش افتراء. أنا متابع يا شيخ. متابعين لحضرتك بدليل أن أنا أرسلت لحضرتك طلب صداقة. أنا يا شيخ دلوقتي عايز أعرف الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. أين عقائد الإمامية التي خالفوا فيها المسلمين؟ أنا ما داخل. اسمح لي يا مولانا جزاك الله خيرا. أنت الآن أنا ما داخل معك في محادثة ولا ما أعرفك سابقا ولا ما. طيب يا شيخ أنا اسمي رامي عيسى من أهل السنة والجماعة وبسأل حضرتك هات لي أي عقيدة خالفتم فيها المسلمين بآية محكمة من القرآن الكريم. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. معلش أنت تكتب على شخصيتك بشر الحسيني. معلش يا شيخ علشان الشيعة يردوا عليا يا شيخ. لأن لو كتبت باسم سني ودخلت بصورتي الحقيقية ما حدش هيرد عليا والمعممين مش هيردوا علي. أنا أريد أخذ بيدك إلى الحق. لا تفرقون بيننا وبينكم. نحن نشهد الشهادتين. ونبينا محمد ونبيكم محمد. نعم. ونحن من سمع عنكم ومن قال يفتري علينا أننا لا نحب الصحابة لعن الله من لا يحب الصحابة. نعم يعني أنت صحابة رسول الله. عزيزي اسمح لي جزاك الله خير. اتركنا من كل شيء. أنا وأنت قلب واحد وجسد واحد ويد واحدة. لماذا تفعلون هكذا؟ ما أنا أقول لك يا شيخ اللي خلانا نفعل ذلك يا شيخ نعمة الله الجزائري ما قال في كتابه الأنوار النعمانية أنكم لا تجتمعون معنا على إله ولا نبي ولا إمام لأننا نقول أئمة أبو بكر. أنت الآن أنا أسألك سؤال يا شيخ يا حضرتك جنابك. أنا أكون في خدمتك. تفضل يا شيخ. أنا لما نذهب إلى الحج لماذا نذهب إلى الحج؟ كما يقال علينا أننا نحج عند الحسين. نحن لا نحج عند الحسين. أنا أعلم يا شيخ بس أنا عندي تسجيل لعلي القراني يقول أن يوجد من الحجاج كفرة. علي القرآن تسجيل صوت وصورة. أنا ممكن يعني يا أخي جزاك الله خير. أنا ما لي علاقة لا بالقرآن ولا بفلان. أنا أدعو إلى الوحدة الإسلامية. لا فرق بين سني وشيعي إلا بتقوى الله. لا فرق بين عمر وعلي إلا بتقوى الله. لا فرق بين عائشة وأم سلمة إلا بتقوى الله. لا فرق بيننا وبينكم إلا بتقوى الله. والله هذا من افتراءات إسرائيل. والله يا أخي لنتوحد يجتمع الشمل لحررنا فلسطين وحررنا الأرض العربية المغتصبة يا شيخ. حضرتك مقلد مين يا شيخ؟ حضرتك بتقلد مين يا سيد حداد؟ أنا في خدمتكم. أنا أقلد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. طيب يا شيخ أنا هطلع لك الآن من كتاب أنا هطلع لك الآن. طب اسمعني يا شيخ اسمعني. جزاك الله خير. اسمعني أنا هطلع لك الآن من كتاب الشهيد الصدر إن بيقول الوهابي نجس. هطلع لك الآن من صفحة من كتاب الشهيد الصدر إن الوهابي النصيبي نجس. أنا أسألك سؤال. أنت وهابي؟ نعم أنا متبع للشيخ محمد بن عبد الوهاب. يا أخي أنا ما لي علاقة بالاتباع. الآن أنت داعشي. طب بص يا شيخ انا هفتح لك الكاميرا الان واعرض لك كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدامي كلها الان. كشف الشبهات التوحيد وطلع لي ايه هي اخطاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقى اتجنبها. انا لم اقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب مخطئ يا عزيزي. انا لم اقل لاني لم اطلع على كتب الشيخ. ما هو سيدك اللي حضرتك بتتابعه الصدر. اسمعني يا عزيزي اعطينا فرد فرصة جزاك الله خير. انا لم اطلع على كتب الشيخ محمد بن لكن قد يكون مقلدي أو أستاذنا أو المرجع هو اطلع على فالشبهات وقعت في كتاب الشيخ محمد. لكن نحن لا نقول بإقرار على أنه محمد بن عبد الوهاب كافر ولا نقول كذا. الآن ما يحدث في العراق وما يحدث في هذا
هل هذا سفك للدماء المسلمين ولا أنا وأنت نتشاهد الشهادتين؟ صدقت يا شيخ، هذا من الحشد الشعبي، الحشد الشعبي النجس الذي قتل الطفل السني. هل أقول أنا أشهد أن الحسين الله أم أقول أشهد أن عليا الله؟ لم أقل هكذا، بل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بس في نواقض يا شيخ، في نواقض للا إله إلا الله. نتفق في الإسلام يا شيخ، اتركونا من هذا دماء تسال دماء الآن في العراق. طب أنت إيه رأيك يا شيخ في الحشد الشعبي وجرائم الحشد الشعبي؟ الحشد الشعبي قتل طفل سني قبل أمس. مولانا بكل فعل ردة فعل. أنت لم تدخل للعراق. الأخوة من أهل السنة، أنا ذهبت إلى الرمادي وذهبت إلى الموصل والتقيت بعشائر الجبور والتقيت بعشائر الآل عيسى من أخوتنا أبناء العامة. أنا لا أقول السنة بل أخوتنا، ذكرنا لهم إخوان احذروا من الفكر التكفيري، احذروا من الفكر التكفيري. لم يحذروا من الفكر التكفيري يا شيخ. الفكر التكفيري موجود يا شيخ عند الإمامية الاثنى عشرية. اسمعني يا أخي جزاك الله خير. طب ما أنت يا شيخ يا سيد حيدر وأنا أسمعك على طول وحضرتك مش هتسمعني. ما هو الفكر التكفيري ده موجود عند الإمامية الاثنى عشرية يا شيخ حيدر، وأثبت لك الآن ذلك أن الإمامية الاثنى عشرية كما قال المفيد اتفقت الإمامية على أن من أنكر أحد الأئمة فهو كافر حلال دم والمال يا شيخ، كافر نجس حلال دم والمال كما قال نعمة الله الجزائري والمفيد ومحمد بكر المجلسي. زين، أنا أسألك ما رأيك بالأئمة الاثنى عشر؟ أنت كمن أنا أعتقد أن مهدي الشيعة الإمام الثاني عشر هذا خرافة أكذوبة يعني يكذب به معممي الشيعة ومراجع الشيعة. ولو حضرتك تحب ان افتح لك الكاميرا الان واقرا عليك من كتاب النجم الثاقب في احوال الامام الحجه الغائب واثبت لك ان هذا الخرافه اللي من 1200 سنه تقولون اللهم عجل لوليك الحجه، اللهم عجل فرج لوليك الحجه، هذا انسان خرافه تنتظرونه. اعتبر ان نرجس هذه امراه خرافيه ايضا نصرانيه ولا كانت امه سوداء ولا اسمها صقيل ولا اسمها برضه بخلاف. اما بقيه ائمه هم ائمه لاهل السنه والجماعه، لكن لا اقول ان علي بن ابي طالب هو الخليفه بعد النبي لانه لا يوجد دليل ولم يطلب علي بن ابي طالب الامامه لنفسه، ولم ياتي الحسن ويقول وانا اسم ابني معاويه فأتردى عن سيدي معاوية رضي الله عنه وأقول إن حصل اقتتال ما بين علي ومعاوية وهم مسلمان بدليل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال علي بن أبي طالب في نهج البلاغة إخواننا بغوا علينا. أنا أدعوك الآن يا شيخ سيد يا سيد الحداد لأن تكون سني من أهل السنة والجماعة ودعك من دين القم ودين المجلسي ودين نعمة الله الجزائري. وأنا أدعوك أن تترك دين محمد بن عبد الوهاب. طيب يا شيخ جميل وأنا موافق يا شيخ. تراني الآن الكاميرا هي يا شيخ، خليك معايا. هذا يا شيخ كتاب كشف الشبهات وهذا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. تعال بص الكاميرا أنا فتحتها لك. قول لي إيه هي أخطاء محمد بن عبد الوهاب وطلع لك رسائل محمد الأصول الثلاثة. تقول لي إيه هي أخطاء محمد بن عبد الوهاب يا شيخ وأنا الآن قول لي وأنا الآن أتبرأ منها. اتفضل يا شيخ. هو يفكر الآن كل كتبه تفكر بالفكر الجهادي ونحن لا نعتقد بالفكر الجهادي. نعم انت لابد انك تعطل الجهاد لانه اي راية ترفع قبل راية الامام فصاحبها طاغوت، فراية داعش طاغوت وراية بشار طاغوت. ان هذه رواية عندكم. منصورين على الدواعش ان شاء الله منصورين. طيب الله يقول وجاهدوا في سبيل الله وانت تقول لا للجهاد. الله يعني الجهاد تقتلون النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق. جميل جميل. واين الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ اول حاجه لا يكفر بدليل ما جاء ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هو شيخ الطائفيه. نعم لم نقل بالطائفيه بل شيخك هو شيخ الطائفيه. طيب سنرى الان اين الطائفيه يا شيخ. انت الان تراني بالكاميرا وخليك معايا واحده واحده واسال الله ان يشرح صدري وصدرك الى الحق. انت تراني الان. سنرى الان الطائفيه فين يا شيخ. هذا كتاب بحار الانوار لمحمد بكر المجلسي. يقول يا شيخ المجلد ال 15 صفحة 251 منكر إمامة علي بن أبي طالب كافر يا شيخ. منكر إمامة علي بن أبي طالب كافر. خليك معايا تاني يا شيخ. الطائفية أين الطائفية؟ هذا يا شيخ في كتاب تفسير البرهان لهاشم البحراني. تفسير البرهان لهاشم البحراني صفحة 399 ذكر يا شيخ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي الأمي وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ذكر في هذا الكتاب يا شيخ إن الصحابة غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن النبي خشي أن يذكر إمامة علي بن أبي طالب خوفا من الصحابة رضي الله عنهم. فمن أجل ذلك بلغ ما أنزل إليك من ربك. رفض النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيك يا شيخ أين الطائفية وأنت ترى الكتب الآن وأعرض عليك وهذه كتب محمد بن عبد الوهاب كما عرضتها عليك الآن.
قل لي أين الفكر الضال لمحمد بن عبد الوهاب؟ أنا أريد حضرتك أنك تفكر، والله النجاة في منهج النفس المطمئنة، منهج أهل السنة والجماعة يا سيد حداد. بالي بعد وأنا أقول لك يا شيخ، أنت خليك معايا يا شيخ، أنت على هذا، أنت على دين هؤلاء يا شيخ. بص يا شيخ، هذا الكتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني اللي رفض يعرضه على المهدي يا شيخ، اللي كان موجود في عصر السفراء الأربعة، بيقول يا شيخ بتحريف القرآن. وعلى فكرة بالمناسبة محمد بن يعقوب الكليني الفيض الكاشاني في تفسير الصفي قال: وكان شيخنا محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله عليه يعتقد بالتحريف بالزيادة والنقصان في القرآن الكريم. هذا يا شيخ بيقول لك يا شيخ في الأصول، بيقول إن الشياطين بتحفظ الإنسان، بيقول إن فاطمة لو قرأت آية الكرسي الشياطين تأتيك تحفظك، بيقول إن فاطمة مسكت بتلابيب عمر. نعم. أنت من أي دولة؟ خلينا الآن يا شيخ، أنا هعرفك الآن. ده كتاب تهذيب الأحكام يا شيخ، تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة أبي جعفر كما ترى في إيدي الآن. بيقول يا شيخ: لا بأس للبكر أن تتمتع بغير إذن وليها، وينسب هذا للإمام أبي عبد الله عياذا بالله، إن بنتك يا شيخ عياذا بالله تخرج بدل ما تذهب للمدرسة تذهب إلى شقة من الشقق مع صديقها. هذا كتاب من لا يحضره الفقيه يا شيخ، مليان ضلالات، وأنا انتهيت منه إن شاء الله، وفي بحث اسمه نقد كتاب من لا يحضره الفقيه انتهيت منه كما ترى انتهيت منه، طلعت منه ضلالات أكثر من يعني من حوالي 300 صفحة من ضلالات هذا الكتاب. فقه ما أنزل الله به من سلطان، الرسول بيزيد في الصلاة عما فرض الله تبارك وتعالى من أجل فاطمة، الإمام علي هو النفث، يعني أشياء غريبة جدا يا شيخ. أنا أدعوك والله، أنت متمسك بمحمد بن يعقوب الكليني ونعمة الله الجزائري ومحمد البكر المجلسي، أنا أريدك أن تتمسك بقال الله قال رسوله. هتقول لي أنا بتمسك بأقوال العترة، ما هي دي الكتب الأربعة عند حضرتك اللي أنا ماسكها في إيدي ديت، دي الكتب الأربعة عند حضرتك كلها يا شيخ لم تثبت عن العترة أصلا، معظمها جلها مكذوب على أبي عبد الله عليه السلام. حتى بص يا شيخ هذا الكتاب يا شيخ، كتاب مشارق أنوار اليقين لرجب البرسي شيخنا الحداد، وأنا سعيد أني متواصل معاك. مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين الحافظ رجب البرسي. ترى الأمين يا شيخ ماذا يقول عن رجب البرسي ويعظمه قد إيه؟ بيقول إن عليه هو الله، بيقول إن عليه هو الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو اسم الله الأعظم. في أي صفحة يقول عليه هو الله؟ في أي صفحة؟ أقرأ عليك يا شيخ في الخطبة الافتخارية: أنا المنادي ألست بربكم، سيدنا علي رضي الله عنه. ده رقم 1. رقم 2، بص يا شيخ، قال في صفحة 266، الصفحة قدام حضرتك اهو، شايف بالكاميرا، قال علي بن أبي طالب: أنا صاحب جنات الخلود، أنا مجري الأنهار، أنهارا من ماء تيار، وأنهار من لبن، وأنهار من عسل مصفى، أنا رافع إدريس مكانا عليا فوقيها، أنا منطق عيسى في المهد صبية، أنا مدين الميادين وواضع الأرض، أنا قاسمها أخماسا، أنا الذي عفيت أيوب، أنا أرسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجاريات، أنا غارس الأشجار. حتى المرجع صادق الشيرازي، وأنا أعلم أنك لا تأخذ بصادق الشيرازي، بتقلد الصدر، المرجع صادق الشيرازي يا شيخ تكلم في ذلك وقال الخطبة الافتخارية صحيحة ولها تأويلات. يا شيخ الحداد انجو بنفسك، والله أنا أتمنى لك الجنة كما أتمنى لنفسي والله. جزاك الله خير. أنا أتمنى لك الجنة والله. أنت يعني صدقني والله ما أنا لا في عقلي الآن إن أنا أكفرك وأقيم عليك الحجة وأقول والله. أنا بص يا شيخ، بص كتاب مرآة العقول اللي صححه المجلسي تصحيح كتاب الكافي، مرآة العقول يا شيخ بيصحح روايات التحريف ان القرآن 17,000 آية ومليء بالطوام يا شيخ، وبيثبت ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اللي فتح بلاد كسرى. الكتب يا شيخ حتى انت تعرف ان ده اخباري، ايه اللي خلاه يبقى اصولي ويصحح الكافي؟ ومع ذلك يا شيخ انت تعلم في الحسينيات وغلو المعممين في الحسينيات يأتوا بالروايات اللي موجودة في البحار والروايات اللي موجودة مثلا في تفسير القرآن للزبيدي المليئة بالضلالات، ويقولون روايات ما أنزل الله بها من سلطان. أنا أريدك أن تنجو بنفسك. فكر يا شيخ، لعل يكون الحق معي، لعل يكون الحق معك في بعض النقاط ونقاط تنقصك، فأنا أسأل الله أن يشرح صدرك وأن يجمعني وإياك على الحق. الحمد لله، نسأل الله أن نكون هكذا، نسأل الله أن نكون هكذا إن شاء الله. شكرا لك يا شيخ الحداد، سيد الحداد. أنا أتشرف بك ومرحبا بك، حياك الله، مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، وأنا سعيد بالتواصل مع حضرتك والله. شكرا لك السيد الحداد. مرحبا بأخي وقرة عيني وجسدي وروحي،
الله يكرمك. أنتم أهل السنة أرواحنا. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا شيخ الحداد. مرحبا بك. في أمان. سلمكم الله. في أمان. مع السلامة. أسأل الله أن يهديه وأن يشرح صدره إلى الحق. يا إخوة، سيد كبير، يعني أنتوا إما تعرفوا أن أنا بقول السيد صاحب عمامة سوداء، سيد كبير. فهل تروا يا إخوة أن فعلا أن هو باحث فعلا أن ثقة؟ نسأل الله أن يهديه، نسأل الله أن يهديه وأن يشرح صدره إلى نور مذهب النفس المطمئنة، مذهب أهل السنة والجماعة.